السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متابعينا، أهلا بكم يا حبايبي في قناة فن الخياطة. يا رب تكون أموركم كلها بخير ويكون الدنيا معاكم تمام. اللهم صل على سيدنا محمد. يا ريت كتروا معايا من الصلاة على سيدنا الحبيب. الفيديو بتاع النهاردة أنا مش بقص فيه حاجة ولا بشتغل فيه حاجة، أنا هقول بس إيه كلمتين بساط كده للبنات اللي سألتني عن إزاي بنحدد سعر الشغل بتاعنا. يعني لو أنا مفصلة فستان سواري أو مفصلة فستان عادي أو مفصلة شميز أو عاملة بنطلون، إزاي أنا بحدد السعر بتاعي عليه. طبعا أنت شغالة في مكان، شوفي المكان اللي أنت شغالة فيه، الحي او المنطقه اللي انت شغاله فيها، شوفوا المحيطين بيكي بيحددوا سعرهم ازاي. يعني ما ترفعيش لو هم ناس قديمه في الشغل وناس عندهم خبره وشغالين من زمان وعندهم زباينهم، طبعا ما تعمليش سعرك زيهم او حتى اقل حاجه بسيطه، لا ده انت تقللي كتير كمان عشان ان انت تعرفي تشتغلي وسط ناس شغاله من زمان. لازم تقللي انت في السعر كتير علشان خاطر يكون تعملي لك زبون. دي حاجه تانية برضو كمان، ما تبصيش للسعر في بدايه شغلك. في بدايه شغلك كده حطي دايما في دماغك ان انت بتاخدي خبره اكتر ما بتاخدي فلوس. يعني بتاخدي خبره في الشغل اكتر ما انت بتستفيدي ماديا. الخبره ديت هتجيب لك ماديات بعد كده ان شاء الله. بس انت الاول كتري في الشغل عشان تستفيدي، يعني انت كتري في الشغل عشان تستفيدي، مش ماديا بس، لا هتستفيدي بالخبرة كمان. لان الخبرة في المجال دوت بتيجي من كتر العمل فيه، ما بتجيش من مثلا ايه من صاحبتك قالت لك كذا او الخياطة الفلانية قالت لك كذا والكلام ده، لا. الخبرة بتيجي من قعدتك انت على المكنة، من شغلك انت في حد ذاته. مش قص وبس، ده قص والتقفيل. القص عليه عامل كبير بس التقفيل عليه عامل اكبر. يعني انت ممكن اخطاء في التقفيل القطعه بتبوظ الدنيا. الاخطاء ديت ممكن ما تصلحش كمان، يعني ممكن حد قاعد على الاوفر وضيع لك الدنيا في حاجه ما بيبقاش لها تصليح. فانت دايما ايه، مكني الاول شغلك وظبطي مقاساتك، ظبطي شغلك على المكنه. بعد كده حطي السعر، مش هقولك اللي يعجبك انت، لا حطي السعر على حسب المكان اللي انت فيه. ما تجيش مثلا واحده بتشتغل في الريف بيكون سعرها زي اللي في المدينه، لا طبعا دي لها سعر ودي لها سعر. حاجه زي شغل التظبيطات، شغل التظبيطات دي برضو كل واحد بيحط الرقم اللي هو ايه شايفه هو. انت برضو قللي في السعر عن غيرك علشان خاطر ان انت تعرفي تشتغلي ويكون ليكي ايه زباين وعملاء كده شغالين معاكي ان شاء الله. برضو في مجال، اللهم صل على سيدنا محمد، في مجال السواريهات يا بنات، انت لما بتبدعي في الحاجة ربنا بيكرمك ان شاء الله وشغلك يكون تمام وربنا يوفقكم ويوفقنا. يعني احنا بنحاول بقدر الامكان. تعالي انت على نفسك في الشغل شوية على ما ربنا يكرمك وان انت تقدري ايه تحطي اسمك وتعملي ليكي مكان كده ويقول لك الا شغل فلان. ساعتها بتقدري ان انت ايه ترتاحي ماديا. وبرضو عشان تكونوا عارفين، يعني احنا عارفين ان الزمن صعب وان انت مهما رفعتي في سعرك برضو مش جايب حق التعب اللي احنا فيه ومش جايب برضو اللي يكفي في الحياة دلوقتي وفي ظروف الحياة. بس في نفس الوقت بنقول يعني ده مجال عمل وربنا يوفقك ويوفقنا فيه. يعني انا معايا ناس هنا بتعمل، يعني مثلا جايبه قطعة قماشة، حد جايب لها قطعة قماشة ب 150 جنيه، بتروح قايلة حسابنا فيها 150 جنيه. انا جايبه قطعه قماش بنطلون مثلا متر ونص ب 150 جنيه، قماش حلو كويس الحمد لله. تروح للخياطه تقول لها ايه 150 جنيه. 150 جنيه سعر القماشه، عشان إيه؟ يبقى كده انا جبت ايه البنطلون الجاهز انا جبته ب 250 ب 300 جنيه. طب ما انت تريحي برضو انت شويه على اساس انها برضو تلاقي في فرق ما بين اللي هي هتعمله وبين الجاهز. لازم تلاقيه اوفر شويه علشان خاطر انها تفكر انها تخيط، والا هتروح تجيب اللي الجاهز يكون اريح ليها اوفر ليها. فحاولي دايما انت علشان خاطر ان انت تشتغلي لازم تكوني مريحه في السعر شويه. هتقولي لا ده انا ما اخدتش حق تعبي، معلش ربنا يجازيكي خير ان شاء الله وبرضه هتيجي تتعوض في حاجات تانية. لما تشتغلي اكتر من قطعه هيكون معاكي برضه ايه عملتي ربح كويس ان شاء الله. والله الموفق. واحنا بنحاول بس في الاول وفي الاخر ان احنا ايه يعني نقول مجال عمل وباب رزق وربنا يوفق عباده. وبالنسبة للغلاء دلوقتي احنا عارفين القطع الجاهز بقى اسعاره عالية جدا، رفع جامد في خلال الفترة اللي فاتت دي.
انت بقى مثلا لما تجيلك قطعه قماش، او انت لو حتى هتشتري انت قطعه القماش وريحتي فيها شويه عن الجاهز، هتلاقي ليكي مجال، هتلاقي ليكي زبون، هتلاقي ليكي دي بتقول لدي ودي بتقول لديت. وان كنت مثلا بتنشري على النت او بتشتغلي اونلاين برضو، هيكون ليكي ايه مجال ان شاء الله، وهيكون ليكي اسمك وهيكون ليكي مكان. بس زي ما قلت لك كده، السعر ما ترفعيش في السعر جامد، علشان خاطر ان انت ربنا يكرمك وتعرفي ان انت تشتغلي في وسط المحيطين بيكي. وكل واحد طبعا، واللي هي ارزاق في الاول وفي الاخر، كل واحد وله رزقه. بس هي مجرد اسباب في الاول وفي الاخر. يعني احنا بنحاول ان احنا ايه، اتقني صنعتك الاول، وبعد كده السعر والربح دوت حاجه عند الله هتجيلك برضو ان شاء الله. يعني هتحطي السعر اللي انت عايزاه، بس في المعقول. يعني تخلي برضو ايه الربح بتاعك على قد مجهودك وتعبك، برضو هنقول ما يضيعش برضو ان شاء الله. يكون لك نسبة كويسة برضو في يعني من شغلك. بس زي ما قلت لك كده، يعني ايه في المعقول. وربنا يرزقكم ويرزقنا ويوفقنا. وما تنسوش الصلاة على الحبيب في كل وقت وكل حين. وكل سنة وانتم طيبين، ربنا يتقبل منا ومنكم.